طبعا الأسئلة كثيرة، وخاصة هذا المطلب أصبح فعلا في الفترة الأخيرة هو مطلب كل النساء، السعي وراء الجمال. اليوم نتكلم عن تجميل اليدين. كلنا طبعا قادمون على شيخوخة، لا يعني لا مجال أبدا. مع تقدم العمر وطبعا ظهور التجاعيد على اليد، أحيانا في سيدات بيشتكوا من تعرق في اليدين. هناك مشاكل كثيرة من اليدين لليدين يعني تحديدا. دعنا نتحدث بالأول عن مشاكل تجاعيد البشرة وخاصة في اليدين. أول شيء شكرا على الاستضافة وبارك لكم على الاستوديو الجميل والبرنامج الممتاز. الايجنج ولا هو الشيخوخة، طيب احنا لا نسميها شيخوخة عشان لا يزعلوا مننا. التقدم في العمر. التقدم في العمر. التجاعيد تبدأ تظهر على الإنسان مثلا ممكن من سن ال30 وطالع، اوكي؟ نعم. فعشان كذا ما نبغى نسميها شيخوخة. نعم. لكن طبعا يختلف من شخص لآخر، من لون بشرة لآخر، من تعرض للشمس، في عوامل كثير تأثر على شيخوخة البشرة. الوجه واليدين من أكثر الأشياء اللي تبان فيها. السبب الرئيسي أنها أكثر الأشياء معرضة للشمس. يمكن اليدين تبان عليها تقدم العمر أسرع من الوجه بحكم أنها تستخدم كثير، أوكي؟ خصوصا عند النساء، يعني في البيت لما ممكن يغسلوا الصحون ولا يشتغلوا. أي أحد عنده شغل مانيوال عملي بيده كثير يمكن التجاعيد تبان عليه أكثر. فمن أهم عدو للبشرة بشكل عام هي الشمس، بعدين طبعا التدخين، بعدين كثرة الاستعمال الغير مناسب وعدم العناية بالبشرة. نعم. يعني كثير من السيدات حتى يعني بتحس انه لما بتطلع على يديها بتشوفي انه يعني لو كانت فعلا يعني جميله وما فيها التجاعيد، تشعر انه يعني حتى هي نفسها والاخرين كل من حولها انه سيده فعلا مهتمه بالجمال. صحيح. يعني أطراف المرأة من الأمور اللي تدل على أنوثتها وعلى رقتها وعذوبتها. لما تتطور المرأة بالعمر تظهر التجاعيد، تبدأ بالقلق. القلق هذا يوجهها بالتفكير إلى الذهاب إلى دكاترة التجميل أو أطباء التجميل. كيف ممكن المرأة تعتني ببشرتها قبل أن توصل إلى هذه المرحلة، وما هي الطرق التجميلية للعناية بالأيدي؟ وهذا أفضل شيء، الوقاية خير من العلاج. المفروض أنهم يحاولوا، يعني التقدم في العمر جيد، لكن المفروض أنه الوحدة تحاول تنتبه على نفسها على اساس تاخر التجاعيد وتغير لون الجلد. اهم شيء طبعا تحاول تحط المراه عاده يهتموا مثلا يطلعوا على الشمس وكذا، دائما يحطوا كريمات واقي للشمس يحطوها على وجههم وينسوا اليدين. ينسوا اليدين، مع انه اليدين يمكن اهم تكون في الوضع هذا. الكريمات برضو زي ما في كريمات للوجه، في كريمات مخصصه لليدين. فالمحافظه على اليد بعيدا عن الشمس وانهم يحطوا كريم واقي للشمس. نعم. ويحطوا كريمات مرطبه لليدين، هذه من اهم الاشياء اللي تقي علامات الشيخوخه المبكره. نعم. برضه لدينا بعض الاسئله اللي طرحناها على الجمهور. ايش هي الاسئله اللي يحبوا يطرحوها على ضيفنا في الاستوديو الدكتور وائل؟ نتابع هذا التقرير ونعود اليكم. عفوا الاستطلاع. معنا بالاستوديو الدكتور وائل، استشاري تجميل. ما هي الاسئله التي تودين طرحها؟ بس حبيت أسأله عن طرق العناية باليدين، وخاصة الأظافر يعني تتكسر على الجوانب، يعني كيف نعتني فيها؟ بدي أسأل سؤال طبعا، إنه اليدين ممكن إنه نحشيهم شحم أو لا، وكيف نعتني فيهم؟ إنه هي الشيء يعني مظهر من مظاهر يعني شكل المرأة، لازم دائما تكون يعني معتنية فيهم. حابة أسأل إيش سبب ليونة الأظافر، وكيف ممكن يعني أتحاشى هذا الشيء تكون ما شاء الله. طبعا كل مهتمات الجمال بنحاول قدر الامكان انه نجاوب على هذه الاسئله جميعها. نبدا باسئله الفيسبوك، وكانت معنا الهام بتسال عن نزل وزنها خلال شهرين 10 كيلو، لكن ادى هذا النزول بالوزن الى ترهب في اليدين، فما هو العلاج؟ اول شيء انا اهنيها انها نزلت 10 كيلو في شهرين. اهم شيء انها تحافظ على النزول هذا. الترهل في اليدين طبعا حصل نتيجه الوزن السريع هذا. احنا دائما ما نزول الوزن السريع، احنا عاده ما ننصح بنزول الوزن السريع عشان الجلد يمديه ينكمش شويه عشان يعني يتجارى مع نزول الوزن.
العلاج طبعا في عدة علاجات يختلف على عمر السائلة الكريمة، ويختلف على منظر يدها. في العلاجات ممكن بعضها اللي هو نحقن اليد ونعبي، يعني هي خسرت دهون كثير، فاحنا نبغى نعبي بعض الدهون هذه، انها ما ترجع اليد تشابي ولا مليانه يعني زي اول، لكن نعبي الفراغات اللي نزلت بزياده. وتعبئه الفراغات طبعا في لها تفاصيل اكثر من كذا. ممكن حقن ذاتي، دهون ذاتيه، وممكن اللي هي الفيلرز نفس اللي تستخدم تقريبا للوجه. نعم. بالنسبه لحصه، بالنسبه للتصبغات اللي بين الاصابع، يعني خاصه انها ساوت جلسه ليزر لكنها ما استفادت شيء. الليزر يفيد اوكي، لكنه ما اعتقد انه هو افضل شيء في الحالات هذه. الحالات هذه طبعا اول شيء احنا مع الحوار اللي حضرتك بتقوله عندنا السلايدات اللي انت جايبها، لو تكرمت تشرح لنا عليها يعني مع جوابك للاسئله. اوكي. هذه طبعا السلايد هذا واضح فيه اثرين، الشيخوخه اوكي، والنحف يمكن او فقدان الدهون والنحف. هم تقريبا جايب السلايد هذا عشان يدي فكره عامه. زي كده افضل شيء اللي هو حقن دهون ذاتيه او حقن الهيالورونيك اسيد باي طريقه كانت، عشان تعبي الفراغات اللي سايره. طبعا في الصوره هذه بس هي كانت اسهل صوره كان ممكن اجيبها في العضلات نتيجه الشيخوخه، ولا ممكن نتيجه ضغط لاحد الاعصاب، العضلات شويه تقلصت وظهرت العروق الزياده. أيوة تقلصت. طيب هذا شويه تمارين رياضيه وكمان شويه حقن تعبئه. دكتور وائل عبد العزيز داغستاني، استشاري جراحه تجميل وترميم، شكرا لتواجدك معنا، ونتمنى ان تكون ضيفنا باستمرار. الله ان شاء الله. وحنحكي ان شاء الله في الحلقات القادمه عن تجميل الذراعين، برضه هذه مهمه ومهمه جدا بالنسبه للسيدات، وخاصه اللي فقدوا وزن كبير، واحيانا فعلا بيؤدي الى تشوه بعد هذا فقدان الوزن. صحيح. شكرا لك دكتور وائل عبد العزيز داغستاني، شكرا لك. مشاهدينا الاعزاء، ننتقل الان عن تقرير عن الاحجار الكريمه. تختلف الاحجار الكريمه بجاذبيه جمالها باختلاف استخدامها، وتعددت انواعها واشكالها. بسياق هذا التقرير نتعرف معكم اكثر عن الاحجار الكريمه، وزميلتنا ريهام القبوري بنتابع سوا.